السلام عليكم. من المركز الإخباري بدمشق نقدم لكم آخر الأخبار، نبدأها بالعناوين. حامية مطار دير الزور العسكري حامية مطار دير الزور العسكري يتصدون للهجوم الأعنف الذي شنه إرهابيو تنظيم داعش على المطار وتكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. روسيا تعرب عن قلقها بشأن ورود أنباء تشير إلى استخدام إرهابيين في سوريا صواريخ مزودة بغاز الخردل. أهلا بكم. أحبطت وحدة من الجيش هجوما لإرهابي جبهة النصرة على إحدى النقاط العسكرية في حي المنشية بمنطقة درع البلد وقضت على أعداد منهم. سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر مقرات وآليات مزودة برشاشات لإرهابي داعش وطرق وخطوط إمدادهم على طريق السخنة تدمر، وفي قريتي حوسيس وجباب حمد شرق حمص. كما نفذ الطيران الحربي غارات على تجمعات إرهابي داعش شرق القريتين ومحيط قرية البردة جنوب شرقي حمص، أسفرت عن تدمير مقراتهم وآلياتهم. وفي حما نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على مقرات وتحصينات لإرهابي داعش في قرية أبو حبيلات ومنطقة وادي العزيب شرق حما، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم. كما دمر لهم مقرات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة ما أدى إلى سقوط العشرات منهم قتلى ومصابين. تصدت وحدات من الجيش العربي السوري للهجوم الأعنف الذي شنه إرهابي تنظيم داعش على مطار دير الزور بالعربات المفخخة، وكبدت إرهابي التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وصلت قوات المؤازرة إلى محيط مطار دير الزور العسكري لتبدأ المعارك الضارية